جماعة I cracked the code للمذاكرة من 7 سنين وطلعت الأولى على ثانوية عامة. تعالوا أقول لكم النصايح بتاعتي. 5 وقار بقى، بما إن هنقول نصايح وحاجات مهمة. let's go. نبتدي بالاهم فالمهم. كانت اول حاجه بعملها ان انا بمسك الموبايل بالايباد باللابتوب كل ده بره الاوضه واقفل على نفسي من جوه علشان اعرف اركز من غير اي تشتيت. ساعات كنت بسيب مثلا، كان عندي ايبود حقير حجمه قد كده كنت بسمع فيه اغاني، وساعات تانية ما كنتش بعرف اركز من المزيكا فبرضه كنت بطلعه مع زمايله بقى. التاني نصيحه دي تراديشنال قوي بس باعتبار ان انا كنت ادبي وهي فعلا نصيحه بتشتغل، هو التكرار بيعلم الشطار. حلو بقى نماذج امتحانات تفضلوا تعيدوا وتزيدوا في المعلومه 500 مره، بس فعلا الواحد لما بيكرر المعلومه بكذا طريقه بتختلف جدا. تكتبوها، ترسموها، تغنوها. تالت تip بقى، انا شخص عاشق للمكافآت، اموت في الريورد سيستم، فاكتشفت تكنيك كده اسمه البومودوري تكنيك. تقدروا تلاقوها على جوجل، بس بيسكلي هو بيتكلم عن ان انت تدي لنفسك وقت معين للمذاكره ومعاه 5 بريك، اللي هو انا مثلا هذاكر تلت ساعه فاخد 5 بريك، هذاكر 40 دقيقه فاخد 10 بريك، ده مش معناه ان احنا نطلع نجيب الحاجات اللي احنا طاردينها من الاوضه عشان بنتسحل في مكانك كده، تاخد بريك، تستجم، تفكر في مستقبلك، تفكر في حياتك. تالت حاجه بقى، ارجوكوا يعني اياكوا وزنقه الكلاب. ليه؟ عشان احنا الحمد لله عندنا وقت. يعني انتوا دلوقتي في اول، احنا ايه، اولموست نص خمسة، اخر خمسة، فلسه في يعني قليل من الوقت. بالراحه افتحي الحاجات، مش لازم ليلتها. دول بقى حاجات كده الجيل الجديد طلعها، بس عايزك ما تجرب يا اخي. يعني دول شويه ابلكيشنز كده they were proven ان هم بيشتغلوا. انا الصراحه ما كانوش على ايامي، بس لما فتحت وشفت التكنيكس بتاعتهم فعلا مفيدين جدا. نصيحتين بقى دول جوه قلبي ايكولي. عايزاكوا تناموا كتير وتدعوا كتير وفولو ذا جود نيوز برضه، اختكم الكبيره، وما تنسوش تشارك مع اصحابكم اللي محتاجين الفيديو. شكرا.